التوبيك الخامس معانا وهو الديفرنشيشن. وطبعا احنا هنا مش هنكفر كل الديفرنشيشن مع بعضه يعني او في توبيك واحد. انا مقسم لك الديفرنشيشن كرولز اساسيه، ومقسم لك الانتجريشن برضو كرولز اساسيه، وبعدين الابليكيشنز بتاعتهم. حلو. بس هنا بقى هناخد الرولز الاساسيه، التشين رول، البارامتريك ديفرنشيشن، كل حاجه ليها علاقه برولز الديفرنشيشن بشكل عام. وعامل لك كمان التايم ريتس في توبيك لوحده او في سمري لوحده. طيب عشان ما اطولش عليكم نخش في الموضوع على طول. السمري عباره عن ايه؟ احنا هناخد الديفرنشيشن ده خلاصته كده من اول من الاخر، بيتكلم عن ايه اهم الرولز اللي بنستخدمها، شويه اكزامبلز كده بس تخليك مش صعبه، ولكن تخليك بس تابلاي الرولز وتشوف بتابلايها ازاي. وفي كمان اهم حاجه واهم جزء في اي ريفيجن انا عاملها هو سبوت ذا ميستيك. سبوت ذا ميستيك ده جزء بكل بساطه انا بديك بروبلم بالسوليوشن بتاعها، وبقول لك بص كده على السوليوشن ده وقول لي هو صح ولا غلط، ولو غلط طلع الغلطه فين وصلحها. ومش بالضروره تلاقي غلطه، ممكن يطلع فيه غلط وممكن يطلع ما فيهوش غلط عادي، ممكن تطلع الاجابه مظبوطه. طيب خلونا نشوف مع بعض برضو ريكاب سريع بقوله في كل فيديو لان هو مهم جدا. انت عندك اسئله بدرجه، عندك اسئله بدرجتين، وعندك ايسي بدرجتين. الاسئله اللي بدرجه تاخد مفروض معاك في الامتحان حوالي من دقيقه ونص لدقيقتين. الدرجتين من دقيقتين ونص لتلاته، تلاته ونص. الايسي 4 دقايق 5 دقايق. حلو. لكن لو لقيت سؤال هيطول معاك اكتر من كده يفضل تسيبه وترجع له في اخر الامتحان عشان ما تضيعش وقتك. طيب الديفرنشيشن والانتجريشن او الكالكولس عموما عليه حوالي 50% من الامتحان، او مش حوالي بالظبط 50% من الامتحان، وعشان كده هو توبيك مهم جدا، وده البيز اللي بيزد عليه هتبني كل التوبكس اللي جايه او كل المواضيع الجايه بتاعت الديفرنشيشن. تمام. طيب التوبيك كله بتاع الديفرنشيشن ده ايه؟ انت عندك شويه رولز، عندك شويه سبيشال فانكشنز زي الساين والاكسبوننشال والكلام ده، وبعدين عندك شويه تكنيكس، وعندك ابلكيشنز. طبعا احنا الابلكيشنز هنكفرها خلينا نقول في فيديو تاني. ممكن برضو من الابلكيشنز اللي نعتبرها في كمان في التوبيك ده هي الهاي اوردر ديريفاتيفز، اللي هو السكند ديريفاتيف والثيرد ديريفاتيف والكلام ده. حلو. التكنيكس زي الامبليسيت ديفرنشيشن والبارامتريك ديفرنشيشن والكلام ده. طيب ده الموضوع باختصار. طيب نعمل ميموري ريفريش سريع بس، يعني ايه كالكولس او تفاضل او ديفرنشيشن؟ حلو. طيب التفاضل من الاخر هو بيحسب لك معدل تغير، مش لازم بالنسبه للوقت، معدل تغير حاجه بالنسبه لحاجه. حلو. معدل التغير ده بيتريبريزنت جرافيكلي على ايه؟ او لو انت هترسم الفانكشن بتاعتك، الديفرنشيشن ده معناه ايه جرافيكلي؟ معناه التينجنت او المماس عند اي نقطه. حلو. كل التوبكس وكل المواضيع بتاعتنا في الكالكولس ليها هدف واحد، هي ازاي تلاقي الدي واي دي اكس اللي هي الديريفاتيف او التينجنت للفانكشن دي. تمام. المشتقه اللي هي اف داش او الديريفاتيف ده، المشتقه دي هي ميل التينجنت زي ما انتم شايفين اهو، ادي التينجنت اهو، واللي هو نفس اللوجو بتاعنا اللي هو صديق الطلبه. التينجنت هو السلوب عند البوينت دي. طبعا السلوب لو احنا ركزنا شويه هتلاقي ان السلوب عند كل بوينت بيختلف. يعني مثلا السلوب عند البوينت دي زي ما هو مرسوم كده، طب عند البوينت دي هتلاقيه كده، طب هنا هتلاقيه كده. ففي كل بوينت من دول هتلاقي السلوب الميل بتاعه مختلف، او السلوب مختلف، مش الميل بتاعه، يعني هو التينجنت السلوب بتاعه مختلف او الميل بتاعه مختلف، لان السلوب هو الميل. تمام. طيب فعشان كده السلوب او معدل التغير في حد ذاته بيتغير. يعني معدل التغير بتاع فانكشن معينه هو في حد ذاته بيتغير. حلو. بالذات لو انت عندك كيرف زي كده. طيب ايه الاربع حاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيهم؟ الرولز ان انت ازاي تعمل ديريفاتيف لو فانكشن مرفوع على الباور، لو عندك برودكت اوف تو فانكشنز انت عارفهم، لو عندك كوشنت حاجه فوق وحاجه تحت، عندك تشين رول. تشين يعني انت لو انت عندك الواي مش دايركت، ما عندهاش دايركت ريليشن مع الاكس او اكسبليسيت ريليشن، فبنستعمل ساعتها التشين رول. تمام. فدي الرولز بتاعتنا. طب السبيشال فانكشن زي ما قلنا الاكسبوننشال، اللوغاريتميك، التريجونومتريك زي الساين والكوزاين والكلام ده. طيب التكنيكس زي ما قلنا الامبليسيت والبارامتريك. لما يبقى عندك واي
is not given as a simple function of x زي ما كنا بنقول. نفس الفكره، احيانا بتبقى y مع x بس مش explicit، واحيانا بتبقى y مثلا فانكشن في u و u فانكشن في x، او y فانكشن في u و x فانكشن في u، ده بارامتريك. هنشوف الكلام ده دلوقتي. طيب الابلكيشنز بتاعت الديريفيتيف زي ما قلنا اللي هي التنجنت والنورمال لاينز. لو حد ممكن يقول لك هات لي الايكويشن بتاعت اللاين التنجنت عند البوينت دي، او النورمال عليه، او البربنديكولار. النورمال اللي هي البربنديكولار يعني عليه، هات لي ايكويشن اللاين ده او اللاين ده. الهاير اوردر ديريفيتيفز زي ما قلنا، وبرده هي مش حاجه صعبه، عادي انت بتديفرنشيت بس كذا مره، بس طبعا مع التكنيكس المختلفه هتلاقي في شويه تريكات كده بيلعبوا عليها. تعالوا نبص عليهم مع بعض. طيب الرول بورد بتاعتنا زي ما متعودين في كل رول بورد في اي توبيك عندنا الرولز اللي هي محطوط جنبها كلمه باس، ودي الاساسيه اللي انت بتستخدمها في كل المسائل بتاعتك، وتقريبا ما فيش امتحان بيخلو منها. هتلاقي في بعض الرولز اللي فيها جنبها كلمه فول دي من الاخر هي رولز مش دارجه قوي، ففي طلبه كتير بتنساها. انت عادي بتبقى خدتها وانت بتذاكر وكل حاجه، ولكن في نص الشرح او مع الحل الكتير بتلاقي ان الرولز دي مش بتظهر معاك كتير فبتتنسي، ولكن في الامتحان بيستقصد احيانا يجيب الرولز دي لانه عارف ان انت بتنساها، فعشان كده انا معلم لك عليها بفول. ولكن الرولز معمول عليها باس اهم من الرولز معمول عليها فول، لان الباس دي اللي بتستعملها على طول، فمحدش يستسكى وياخد يذاكر الفول ويسيب الباس. طيب ايه الرولز اللي عندنا؟ هي هنركب عليهم بسرعه، المفروض ان احنا كلنا عارفينهم وحفظناهم لحد ما شربناهم. لو انت عندك كونستنت يعني اي رقم، سواء هو معمول له سيمبل زي السي مثلا، او هو كوفيشنت مثلا A، بس هو من الاخر حاجه مش بتتغير مع الفانكشن، يعني هو رقم ثابت بالنسبه للفانكشن. اي رقم ثابت بالنسبه للفانكشن ده الديريفيتيف بتاعه زيرو. طيب الباور رول، لو انت عندك اكس باور حاجه بننزل الباور وبعدين ننقص من الباور واحد، دي عارفينها. طيب السم رول دي حاجه عبيطه قوي، عندك تو فانكشنز اتعامل مع كل واحده لوحدها، تو فانكشنز بلس بعض اعمل ديريفيتيف الاولى بلس ديريفيتيف الثانيه، طب ماينس بعض ديريفيتيف الاولى ماينس ديريفيتيف الثانيه، فما فيش اي فن يعني. طيب الكونستنت مالتيبليكيشن، لو انت عندك فانكشن مالتيبلايد في كونستنت، يعني مثلا 2x سكويرد، ال2 بتعملها كانها مش هقول لك كانها كونستنت وتديفرنشيتها بزيرو، لا، ال2 هتعملها كانها كوفيشنت عادي جدا، تطلعه بره الديفرنشيشن والديفرنشيت اليو اللي هي بتتغير، ديفرنشيت الحاجه اللي بتتغير، والكوفيشنت تسيبه زي ما هو، لا بيهش ولا بينش زي ما هو. طيب حلو قوي. البرودكت رول، ودي رول مهمه قوي، لو عندك تو فانكشنز مالتيبلايد في بعض وكل فانكشن فيهم بتتغير، يعني ما ينفعش ما تقوليش كوفيشنت في يو، ما هو كوفيشنت في يو كوفيشنت بيطلع بره زي ما شفنا. امال اللي انا اقصده هنا ايه؟ البرودكت رول، انت عندك اتنين فانكشنز الاتنين بيتغيروا، الاتنين فيهم اكس او اتنين فيهم تي او الاتنين فيهم وات ايفر الحاجه اللي بتتغير. حلو. ففي الحاله دي هتعمل ايه؟ هتاخد ديريفيتيف الاولى اللي هو اليو، هتاخد الديريفيتيف بتاعها وتنزل الثانيه زي ما هي، وبعدين تعمل بلس برودكت، يعني ابن عم الصم كده، فتاخد له بلس، تاخد له ابن عمه. حلو. بلس، وبعدين تنزل اليو زي ما هي والديفرنشيت الفي، فمره هتديفرنشيت الاول وتضرب في الثاني زي يو داش في بلس الثاني ديفرنشيت الاول. تمام، حلو قوي. طيب عرفنا البرودكت رول. طيب الكوشنت رول، لو انت عندك اتنين فانكشنز واحد فوق واحد تحت، كل اللي هتعمله اللي تحت هتنزله تحت زي ما هو بس تعمل له سكوير تبقى في سكوير، وفوق هتعمل ايه؟ هتعمل يو داش في، من الاخر هتاخد الدينومينيتور تنزله زي ما هو. وهنا الترتيب مهم، يعني في البرودكت رول انت عندك مره تاخد يو داش في بلس في داش يو عادي اللي هي دي يعني، او هتاخد في داش يو بلس يو داش في عادي، لان بلس والاديشن الاديشن حاجه تقدر عادي بيسموها ايه؟ بيرميوتبل تقريبا. المهم يعني تقدر تبدل عادي، لكن في الماينس ما تقدرش. فانت عندك يو داش في ماينس يو في داش، بمعنى بالبلدي عشان تعرف تحفظها، الدينومينيتور هينزل زي ما هو سكويرد، وفوق هتاخد الدينومينيتور وتضربه
في النيوميريتور او الدينومينيتور في ديريفاتيف النيوميريتور ماينس النيوميريتور في ديريفاتيف الدينومينيتور. يعني من الاخر هتبدا بالدينومينيتور برضو. يبقى انت عندك اول حاجه تروح عامل الديفيجن بتاعك وتحط تحت الدينومينيتور زي ما هو سكويرد، وبعدين تروح حاطط الدينومينيتور فوق في ديريفاتيف النيوميريتور يو داش ماينس تاخد النيوميريتور زي ما هو وتعمل ديريفاتيف الدينومينيتور. سهله تمام، اعتقد كلنا عارفينها بس انا بحاول اساعدك تحفظها. طيب التشين رول، التشين رول ممكن تبقى كرول بالنسبه لك انت مش فاهم هي شغاله ازاي. خليني احاول اشرحها لك ببساطه. التشين رول دي من الاخر بتقول لك ايه؟ ان انت لو عندك فانكشن هي مش دايركت فانكشن في اكس، حلو، لا انت عندك فانكشن، خلينا نقول خليني اصورها لك باكزامبل اسهل. طيب عندنا مثلا فانكشن f of x، حلو، ايكوال x سكويرد بلس 1 الكل باور 3 مثلا، حلو. طيب دي فانكشن اوف اكس، تمام. طيب احنا في السيتويشن ده احيانا بنعتبرها مش فانكشن اوف اكس، او يعني التشين رول هي بتعتبرها كده. طيب يعني ايه من الاخر؟ إيه انت هنا عندك، انا عارف الرول بتاعت الديريفاتيف الباور رول اللي هي دي اللي هي اكس باور ان، حلو، بنزل الباور وماينس من الباور واحد، فانا عارف الرول بتاعت البولينوميال. طيب بس الرول بتاعت اكس سكويرد بلس 1 الكل باور 3 دي انا مش عارف يعني. طبعا كلنا عارفين هتنزل ال 3 وبعدين تضرب في الديريفاتيف اللي جوه، ايوه ما هو ده جاي من التشين رول. طب ازاي بقى؟ هقول لك. انت كرول في الماث الباور رول بتابلاي على الاكس دايركت، فهم بيعملوا ايه؟ بيقول لك يا باشا خلاص انا هفترض ان جي اوف اكس دي فانكشن ثانيه ايكوال اكس سكويرد بلس 1، حلو. فهعمل ايه هنا؟ هتبقى اف اوف جي اوف اكس ايكوال جي اوف اكس باور 3. جميل جدا. طيب فهعمل ايه هنا؟ انا هديفرنشيت بالنسبه مش لاكس بقى، هديفرنشيت بالنسبه لجي اوف اكس. طيب اديفرنشيت ازاي بالنسبه لجي اوف اكس؟ عادي، انت عندك جي اوف اكس، حلو، اللي هي كانها مكان الاكس مرفوعه الباور، بتعمل ايه؟ بتنزل الباور وتماينس من الباور واحد، فاف داش لجي اوف اكس ايكوال 3 جي اوف اكس زي ما هي الباور بتاعها يقل واحد. طيب بس دي اف داش جي اوف اكس، بس انا مش عايز اف داش جي اوف اكس، انا عايز اف داش او انا عايز اعمل ديريفاتيف بالنسبه لاكس. انا كده عملت ديريفاتيف بالنسبه لجي اوف اكس مش بالنسبه لاكس. طيب الحل ايه؟ التشين رول بتقول لك ايه؟ ان انت لو عايز تعمل ديريفاتيف لفانكشن اف اوف جي اوف اكس بتجيب الاف داش اوف جي اوف اكس اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 3 جي اوف اكس، اللي احنا لو شلناها هتحط اكس سكويرد بلس 1 وتماينس من الباور واحد فتبقى 2، حلو. هتمالتبلاي بقى في ديريفاتيف الجي اوف اكس نفسها بالنسبه لاكس. ما هو جي داش، ما جي داش اوف اكس معناها انك بتعمل ديريفاتيف بالنسبه لاكس. طيب يبقى من الاخر لو انا عايز اعمل الديريفاتيف ده دي دي اكس ل اف اوف جي اوف اكس هيطلع معايا بايه؟ 3 جي اوف اكس كل سكويرد ملتبلايد في جي داش اوف اكس. جي داش اوف اكس هنا نطلعها بكام؟ سهله قوي، 2 اكس، حلو، هملتبلاي هنا في 2 اكس فيطلع معايا 6 اكس، وجي اوف اكس نشيلها نحط اكس سكويرد بلس 1 الكل باور 2. وبهنا طلعت فكره ان انت هتعمل ايه؟ هتنزل الباور 3 وتماينس منه واحد وانت بتمالتبلاي في ديريفاتيف اللي جوه الباور اللي جوه البراكت. يعني دي جايه من التشين رول اصلا، يعني دي الجنرال رول بتاعتها ماثيماتيكلي المظبوطه هي كده. طيب عشان ما تلخبطش نفسك انت مش محتاج يعني تحفظ الرول في حد ذاتها، حلو، مع ان هو كان في سؤال في النماذج الاسترشاديه كان سائل عليها او كان عامل حركه عليها، كان جايب اللي هي اف ل تو فانكشنز مش فاكر اسمها ايه، اللي هي بالعربي تركيب ار تركيب اتش، حلو، اللي هي من الاخر انا بقول لك اف كانت ايه يا ربي؟ لا سوري، كانت ار تركيب اتش اوف اكس. طيب هنكت الحته دي.
تمام. طيب السبيشال كيسز بقى دي البيزك رولز، احنا خلصنا دلوقتي البيزك رولز اللي هي البولينوميال والكلام ده والسم والكونستانت والبرودكت والكوشن والتشين رول، لان هي مهمه جدا جدا. انت ممكن تبقى عارف بتطبقها ازاي، خلاص طبقها زي ما انت عارفها كده، مش محتاج ترجع للفورم دي، مع انه كان سائل عليها في النماذج الاسترشاديه في حته، ولكن خليها دي لوحدها. بس انا قلت اشرح لك هي فكره انك ازاي تنزل باور وتضرب في اللي جوه القوس دي جت منين اصلا. طيب تعالوا بقى نمسح الكلام ده. حلو قوي. الجزء اللي بعده هنا بنتكلم عن الاكسبوننشال واللوغاريتميك فانكشن. طيب دي سبيشال فانكشنز، يعني بنشوف الرولز بتاعتها ايه. اي باور اكس اسهل حاجه في الدنيا، اي باور اكس انتجريشن اي باور اكس، اي باور اكس برضه، بس مش قصتنا دلوقتي. طيب لو انا عندي اي باور فانكشن اوف اكس، على فكره دي جايه من التشين رول. من الاخر انا ايه اللي هعمله؟ هعتبر انا هنا بعمل ديريفاتيف لاي باور، مش اكس بقى، اي باور فانكشن اوف اكس. حلو. فانا هعمل ايه؟ هعمل ديريفاتيف للاي باور اف اوف اكس بالنسبه لاف اوف اكس، فهتطلع معايا اي باور اف اوف اكس هي كاني هنا عامل اي باور اكس بعملها ديريفاتيف بالنسبه لاكس، طلعت لي اي باور اكس. طب اي باور اف اوف اكس عملت لها ديريفاتيف بالنسبه لاف اوف اكس، هيطلع لي اي باور اف اوف اكس زي ما هي، بس هملتبلاي بقى في الديريفاتيف بتاع اف اوف اكس دي اللي هي هتبقى اف داش، دي بالتشين رول برضو. طيب انت مش عارفها او يعني مش مستوعبها كده، خلاص زي ما انت هتنزل اي باور اف اوف اكس زي ما هي وتضرب في ديريفاتيف الباور، انت زي الفل. طيب اي باور اكس، اي باور اكس هي اي باور اكس، بس هنا هتختلف حاجه بسيطه، ان انا هزود لين اي، تمام، لين، وهنا الاي اللي هي البيز هنا هتطلع لي هنا تبقى لين اي. تمام. طيب لو انت اصلا عملت، يعني انت ممكن تحفظ الرول دي وتنسى بتاعت اي باور اكس. اي باور اكس سهله تنزل زي ما هي، لكن هنا انت هتنزلها برضو زي ما هي، بس ما تنساش لين اي. طب لو اي باور فانكشن اوف اكس، اي باور اف اوف اكس، نفس الكلام هينزل، بس هتضرب في الاخر في اف داش اوف اكس. تمام. طيب زي ما قلنا هي دي هي اللي فوق، بس هنا فوق هنا عمل لين اي ب1 احنا عارفين، فعشان كده ايه مش ظاهره معانا هنا، لكن هنا لازم اللين ايه تبقى موجوده. طيب لين اكس الديريفاتيف بتاعها 1 اوفر اكس، سهله قوي. بتعمل ايه؟ 1 اوفر اللي جوه اللين. طب لو اللي جوه اللين ده فانكشن، 1 اوفر الفانكشن في هتملتبلايها في ديريفاتيف الفانكشن زي ما انت حافظها، زي هنا انا كاتبها لك اوريدي. طيب لين اف اوف اكس 1 اوفر اف اوف اكس، وهملتبلاي فوق في ايه؟ في اف داش اوف اكس، ده برضو بالتشين رول. طيب لو انت عندك بقى مش لين، لو عندك لوج مش لين، نفس الفكره، هتعمل 1 اوفر اكس، بس مع 1 اوفر اكس هتحط لين ايه. هنا هيبقى لوج اكس، خلي بالك اكس هي هنا، اكس هنا مش تحت، اللي تحت ايه ده اللي هو رقم كونستانت، يعني مش حاجه بتتغير، فانت عندك اكس هي اللي هنا. تمام. فالاكس لازم تبقى هنا عشان تقدر تابلاي الرول دي، عشان ما يضحكش عليك. طيب من الاخر هتعمل ايه؟ 1 اوفر اكس برضو اللي جوه اللوج او اللين هتاخده تحت، وهتملتبلاي في الديريفاتيف بتاعه لو هو فانكشن، وفي حاله ان اللوج بتاعك لبيز ايه مش اي زي اللين، يعني هتضرب في تحت في لين ايه، هتضرب تحت في لين ايه مش فوق، تضرب تحت في لين ايه عشان دي هتفرق معاك جدا. تمام. يبقى لو انت a باور x هتضرب فوق في لين a. طب لو انت لوج، اللوج يا باشا بنزل كل حاجه تحت، يبقى 1 اوفر x في لين a، ولين a تبقى تحت. تمام. حلو قوي. التريجنومتريك فانكشنز، التريجنومتريك فانكشنز برضو كلنا عارفينها وكلنا حافظينها. سم بتقول ساين تطلع لي كوزاين، بس اوكي انا كتبتها لك اوريدي دلوقتي بقى مش ساين اكس، كتبتها لك بقى بالتشين رول على طول عشان تبقى حافظها على طول. لو ساين اي فانكشن جوه بتعمل ايه؟ ساين تطلع كوزاين زي ما هي، والانجل زي ما هي ما تتغيرش خالص، الانجل زي ما هي، الانجل هنا اف اوف اكس هنا اف اوف اكس، مش هتدريفاتيف، مش هتعمل ديريفاتيف للانجل من جوه، امال هتعمل ايه؟ هتاخد الديريفاتيف بتاعها تضربها فيها بره اللي هي هنا اف داش اوف اكس. حلو. نفس الفكره بالتشين رول. طيب كوزاين، الكوزاين نيجاتيف ساين، وما تنساش دي، الكوزاين ديريفاتيف نيجاتيف ساين، لو انتجريشن تبقى الكوزاين ساين، بس مش هلخبطك دلوقتي. طيب التان تطلع لك 6 سكويرد، وما ننساش ان هي مضروبه في اف داش. طب الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان. طب السيك سيك تان. الكوتان
نيجاتيف كوسيك سكويرد. طيب عشان ما تتلخبطش، ساين والكوزاين خلاص اعتقد كلنا حفظناهم وعارفينهم. التان 6 سكويرد. طيب التان والسك ولاد عم، فالتان ديريفاتيف بتاعها 6 سكويرد. الكوتان كوسيك سكويرد. يبقى من الاخر الكوتان والكوسيك ولاد عم بس متخانقين، فلما الديريفاتيف الواحده تطلع لك نيجاتيف الثانيه. كوتان نيجاتيف كوسيك. التان سك ولاد عم بس سك سالكين. طيب الكوسيك زي ما قلنا مش سالكه مع الكوتان، فبتبقى نيجاتيف كوسيك كوتان. طب والسك سالكه مع ابن عمتها سك تان. تمام. طيب طيب احنا دول عارفينهم حافظينهم، قلنا نراجع عليهم مراجعه سريعه. طيب ركز معايا بقى في الجزء اللي جاي ده، عشان اوريدي النقطه دي اتسال عليها في النماذج الاسترشاديه كتير، وفي ناس كتير قوي بتتلخبط، وفي شويه رولز كده الناس بتفهمها غلط في الجزء ده. طيب هنا بيقول لك ايه الامبليسيت ديفرنشيشن. الامبليسيت ده سهل شويه عارفينه، انت عندك ايكويشن او ريليشن فيها واي واكس بس متنطورين في كل حته، انت ما عندكش واي ايكوال شويه حاجات في اكس، اف اوف اكس يعني. اف اوف اكس يعني شويه اكسبريشنز بس كلها فيها اكسات ما فيهاش واي خالص، لا احيانا بيبقى عندك واي سكويرد اكس بلس واي اكس مثلا بلا بلا بلا. هنا انت مش هتعرف اصلا تطلع الواي في ناحيه وتودي الاكس الناحيه الثانيه. حلو. واحيانا اصلا حتى لو تعرف بس انك تعمل امبليسيت ديفرنشيشن هيبقى اسهل لك من انك تودي حاجه الناحيه الثانيه وتخش في كوشنت رول وحاجات كده. تمام. طيب فالامبليسيت من الاخر انت هتعمل ايه؟ مش لازم بقى واي واكس، على حسب بقى انت هتديفرنشيت بالنسبه لايه. طيب انت بكل بساطه هتديفرنشيت البوث سايدز. عندك ايكويشن زي ما انت مثلا بتقول ايه، انا هملتبلاي البوث سايدز في اكس او في 1 او في 2 او وات ايفر. نفس الكلام تقدر تديفرنشيت البوث سايدز، ديفرنشيت الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد. حلو. بس هتديفرنشيتها بالنسبه لايه؟ لمين؟ خلينا نقول الدارج اللي هو اكس. حلو. طب اي بقى فاريبل تاني، فاريبل يعني حاجه بتتغير، ما يبقاش حاجه كونستنت، حتى لو كان رمز او حتى كان اسمه سي او اي، بس المهم لو كان كونستنت ده مش هتعامله ان هو حاجه فاريبل، مش ده الفاريبل اللي انا اقصده. طيب لو حاجه فاريبل زي الواي، لان الواي ريليتد للاكس، انا بديفرنشيت بالنسبه لايه دلوقتي؟ للاكس، بس انا ظهر قدامي واي، هعمل ايه؟ نفس الفكره تشين رول. هعمل ايه؟ هديفرنشيت الواي بالنسبه لواي وهضربها في ديريفاتيف الواي بالنسبه لاكس اللي هو دي واي دي اكس. طيب هنشوف الكلام ده في الاكزامبلز. طيب حاجه كمان، ولا خليني اجيب لك اكزامبل دلوقتي سريع. y سكويرد x بلس x سكويرد y ايكوال 1. ماشي. طيب انت لو خدت x y مثلا كومن فاكتور هيتبقى لك من هنا y ويتبقى لك من هنا x. لو اتربعت على دماغك عمرك ما هتعرف تخلي الاكس في ناحيه والواي في ناحيه، هتودي الواي بلس اكس الناحيه الثانيه هيبقى واي بلس اكس هنا، يبقى في واي واكس هنا وواي واكس هنا. طب هتعمل هنا الواي تودي الواي الناحيه الثانيه، طب ما انت عندك واي هنا وهكذا. طيب فافضل حاجه في الحاله دي ان انت تعمل امبليسيت ديفرنشيشن. حلو. هتعمل ايه؟ واي سكويرد اكس، انا عايز اديفرنشيت بقى الترم ده، تعال ناخد الترم ده. طيب عايز اديفرنشيت وهعمل ايه؟ ده عندي دلوقتي تو فانكشنز مضروبين في بعض، هعمل ايه؟ البرودكت رول اللي عارفينها، الفيرست في الديريفاتيف السكند، الفيرست نزلت زي ما هي، بس انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه لمين؟ دايما تسال نفسك انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه لاكس. طيب يبقى انا عندي اكس هعملها ديريفاتيف بالنسبه لاكس تطلع لي 1. طيب يبقى واي سكويرد في 1 بلس سكند اللي هو الاكس في ديريفاتيف الفيرست. طب انا الفيرست عندي واي، بس الواي ده بيتغير مع الاكس، ده الفاريبل اللي انا اقصده، ان انت عندك فاريبل الواي بيتغير مع الاكس. طب هعمل ايه؟ هديفرنشيت يا باشا بالنسبه لواي. يعني ايه؟ يعني واي سكويرد الديفرنشيشن بتاعها لو بالنسبه لواي هتبقى 2 واي. حلو. وهمالتبلاي في ديريفاتيف واي بالنسبه لاكس، مش انا كنت عايز اديفرنشيت بالنسبه لاكس. حلو. بس انا عندي دلوقتي واي، هعمل ايه؟ هديفرنشيت بالنسبه لواي وبعدين هاخد الواي دي اديفرنشيتها بالنسبه لاكس ومالتبلايها تبقى دي واي دي اكس. همالتبلايها في انهي ترم؟ هل هضربها في الاثنين؟ لا، همالتبلايها في الترم اللي انا بحاول اعمل له ديريفاتيف بالنسبه لواي اللي هو ده، اللي هو تاني واحد. لما جيت اعمل ديريفاتيف بالنسبه لواي الاولاني ما كنتش عايز اعمل ديريفاتيف للواي سكويرد دي، انا بعمل ديريفاتيف للاكس فهسيبه زي ما هو. تمام. طبعا نفس الفكره هتبقى هنا، بس مش عايز اكمل المساله عشان ما نضيعش وقت، اوريدي هتلاقي اكزامبل ليها في اكزامبلز قدام. طيب ناخد بقى تاني بوينت، وبوينت مهمه جدا، البارامتريك.
بارامتريك يعني ايه؟ يعني انت عندك فانكشن y مثلا equal t plus 1 وعندك x equal t squared minus 1 مثلا، اي حاجه. حلو. هنا اللي حصل ايه؟ ان انت عندك y فانكشن في التي والاكس فانكشن في التي، والتي لما بتتغير الاكس بتتغير والواي بتتغير، يبقى انت عندك هنا ثلاثه فاريبلز، الواي والتي والاكس. طيب حلو قوي، انا عايز دلوقتي اعمل ديريفاتيف واي بالنسبه لاكس، يعني لما اكس تتغير واي هيحصل لها ايه؟ طيب هل انا عندي ريليشن دايركت ما بين الواي والاكس؟ لا، انا عندي تو ريليشنز، والتو ريليشنز سام هاو ما اقدرش يعني، او هنا اقدر للامانه يعني الريليشنز بسيطه، ولكن ما تعقدش على نفسك المساله. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول لي يا باشا خلاص تي ايكوال واي ماينس 1، اودي ال1 الناحيه الثانيه يبقى تي ايكوال واي ماينس 1، اروح معوض بيها هنا، اشيل التي واحط واي ماينس 1، ساعتها هيطلع لي ريليشن ما بين الاكس والواي، بس ساعتها هتطلع الريليشن ما بين الاكس والواي معقده شويه، والديفرنشيشن بتاعها هيبقى معقد كمان. طيب في تول اسهل من كده، او في تكنيك اسهل من كده. ايه التكنيك ده؟ سهل جدا. هعمل ايه يا باشا؟ انا هديفرنشيت الواي بالنسبه لتي والاكس بالنسبه لتي. طيب يبقى دي واي دي تي، انا لسه ما جبتش الدي واي دي اكس، انا عايز دي، انا دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب دي واي دي تي. دي واي دي تي بكام؟ تي بلس 1 الديريفيتيف بتاعها 1. طيب دي اكس دي تي بكام؟ دي اكس دي تي ب 2 تي. حلو قوي. طب انا عايز دي واي دي اكس، دي واي دي اكس هجيب الدي واي دي تي اقسمها على دي اكس دي تي. حلو، ادي الدي واي دي تي هقسمها على دي اكس دي تي. حلو، يبقى 1 اوفر دي واي دي تي ايكوال 1 اوفر 2 تي. حلو جدا. طيب عملت الفيرست ديريفاتيف، نخش بقى على التركايه اللي مشهوره واللي في امتحانات كتير قوي بتكرر، البارامتريك سكند ديريفاتيف. خلينا نتفق على حاجه، ان انت لو عندك واي فانكشن في تي او فانكشن في اف او فانكشن في اي حاجه، يعني المهم وات ايفر الفاريبل اسمه ايه، واكس فانكشن في تي، انت مش هتعمل للاثنين دول بالاخص، ركز معايا، مش هتعمل ديريفاتيف للاثنين دول غير مره واحده بس، حتى لو هو طالب السكند ديريفاتيف، حتى لو طالب الثيرد ديريفاتيف، حتى لو طالب الفورث ديريفاتيف، حتى لو طالب وات ايفر. تاني اقول تاني، انت عندك، تعالى نمسح دول كده، تعالى نكتبها تاني. انت عندك y فانكشن في t و x فانكشن في t. لو هو طالب اي ديريفاتيف منك، الفيرست دي واي دي اكس، او السكند دي 2 واي دي اكس سكويرد، او الثيرد دي 3 واي دي اكس كيوب، طالب منك الديريفاتيف 16، انت مش هتعمل ديريفاتيف لواي واكس غير مره واحده بس. ايه مره واحده بس يا مستر؟ ازاي؟ طب ما هو طالب السكند والثيرد. هقول لك حلو قوي، انت عشان تطلع السكند والثيرد محتاج تطبق البارامتريك رول مظبوط، او التكنيك ده مظبوط. ازاي؟ لو انت عايز السكند هتعمل ايه؟ هتاخد الفيرست اللي طلع معاك، احنا اللي هو طلعناه هنا اللي هو دي واي دي تي، سوري هو ده دي واي دي اكس مش دي تي. هتاخد ده دي واي دي اكس اللي انت طلعته، حلو، وتعمل له ديريفاتيف ده هتعمل له ديريفاتيف بالنسبه لتي. اقول تاني، هتاخد الفيرست اللي انت طلعته من انك تقسم دي واي دي تي على دي اكس دي تي، انت طلعته، حلو، خلاص. الدي واي دي تي دي مالهاش لازمه معاك تاني، الدي اكس دي تي هتحتاجها، ولكن انت مش هتعمل ديريفاتيف تاني لحاجه من الاثنين دول، مش هتعمل ديريفاتيف تاني لحاجه من الاثنين دول، ديريفاتيف مره واحده بس. طيب امال ايه اللي هعمل له ديريفاتيف تاني؟ ما هو طالب السكند والثيرد ديريفاتيف، اكيد هعمل ديريفاتيف تاني وتالت لحاجه معينه. هقول لك بس مش الاولانيين دول، هتعمل ايه؟ لدي واي دي اكس. حلو، دي واي دي اكس اللي انت طلعتها 1 اوفر 2 تي، هي دي اللي هتعمل لها ديريفاتيف. حلو، هتعمل لها ديريفاتيف مره كمان. ف بالنسبه لايه؟ بالنسبه لتي، بالنسبه لتي، يعني انت تعمل دي دي تي للدي واي دي اكس، تطلع بكام؟ الهاف زي ما هو، ديريفاتيف 1 اوفر تي بنيجاتيف 1 اوفر تي سكويرد، تي سكويرد هتنزل هنا. حلو كده، انت عملت كده، انت ما خلي بالك انت لسه ما طلعتش السكند ديريفاتيف لواي بالنسبه لاكس،
ده انت ما طلعتوش، انت دلوقتي طلعت ديريفاتيف الدي واي دي اكس بالنسبه لتي. هتعمل ايه بعد ما تطلع الديريفاتيف ده؟ هتروح قسمه هنا على دي اكس دي تي، تقسمه على دي اكس دي تي، كده انت طلعت السكند ديريفاتيف لواي بالنسبه لاكس. حلو. ازاي؟ طيب انا عندي هنا، تعال ننزل تحت شويه، احنا قلنا دي اكس دي تي بكام؟ ايكوال 2 تي. حلو. انا عايز دلوقتي السكند ديريفاتيف لواي بالنسبه لاكس. هعمل ايه؟ هاخد ده، هاخده هنا نيجاتيف 1 اوفر 2 تي سكويرد. بعد ما انا ده جايبه منين؟ تاني هقول تاني، جايبه منين؟ انا عملت ديريفاتيف للفيرست ديريفاتيف بالنسبه لتي. فيرست ديريفاتيف اللي هو 1 اوفر 2 تي، عملت له ديريفاتيف تاني بس بالنسبه لتي، ورحت جايبه حاطه فوق هنا. حلو. وتحت خدت الدي اكس دي تي الديريفاتيف الاول لاكس بالنسبه لتي. تمام. دي اكس دي تي، دي اكس دي تي هتطلع معايا، احنا قلنا ب 2 تي اهي، ف 2 تي هنا. يطلع الكلام ده معايا بايه؟ نيجاتيف 1 اوفر 2 تنزل تحت 4 والتي سكوير دي تنزل تحت، يبقى تي كيوب. يبقى ده السكند ديريفاتيف لواي بالنسبه لاكس للمساله دي، اللي هي واي بي تي بلس 1 واكس بتي سكوير ماينس 1. تمام. بس السيرد بقى، حد بقى في الكومنتس يقول لي السيرد هتتعمل ازاي، ولكن لازم تفولو نفس الطريقه. مش هتعمل ديريفاتيف للواي او للاكس مره تاني، هتعمل ديريفاتيف لايه؟ للديريفاتيف اللي طلع معاك قبلها. يعني انت طلعت دي واي دي اكس، ده اللي هتعمله ديريفاتيف بالنسبه لتي، وبعدين تقسمه على دي اكس دي تي. طيب طلعت السكند ديريفاتيف، عايز السيرد، تجيب السكند اللي انت لسه مطلعه، تعمله ديريفاتيف بالنسبه لتي، وتقسمه على دي اكس دي تي برضه. تمام. طيب عشان ما اطولش عليكم، برضو في اكزامبل بيشرح الموضوع، ولكن انا حبيت دلوقتي اركز عليها عشان تعرف انا بتكلم على ايه، وابقى جايبها لك في وسط الرولز. بس ده البارامتريك ديفرنشيشن. على فكره لعب على السؤال ده كذا مره في النماذج الاسترشاديه، بيطلب منك الهاي اوردر ديريفاتيفز لبارامتريك فانكشن، ومعظم الناس بتقول لك اه يا باشا طالما دي واي دي اكس، احنا عارفين ان دي واي دي اكس بتساوي دي واي دي تي على دي اكس دي تي، خلاص يبقى الدي 2 واي دي اكس سكويرد بتساوي اكيد السكند ديريفاتيف لواي بالنسبه لتي وعلى السكند ديريفاتيف لاكس بالنسبه لتي. والكلام ده غلط تماما، غلط 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 مليون مره. حلو. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. انت كده يعني اتغشمت، يعني انت استنتجت قانون من عندك، عمر ما حد قال القانون ده، بس انت قلت طالما هي مع دي واي دي تي على دي اكس دي تي، خلاص يبقى اكيد السكند ديريفاتيف هاخد السكند فوق والسكند تحت. زي ما بقول لك الواي والاكس مش بتعمل لهم ديريفاتيف غير مره واحده. ما الديريفاتيفز الثانيه بتيجي منين؟ بتيجي من الديريفاتيف اللي انا طلعته. بس كفايه كده عشان ما زهقكوش، اتمنى تبقوا فهمتوها. طيب تانجنت ونورمال من الاخر، لو انت عندك كيرف كده بيقول لك هات لي يا باشا ايكويشن التانجنت زي ما كنا شايفين في الصوره اللي فاتت، مثلا عند البوينت دي هات لي الايكويشن بتاع التانجنت ده. طيب انت بكل بساطه انت معاك البوينت، اكس نود وواي نود، ولو مديك الاكس بس عوض في الفانكشن طلع الواي. يبقى انت معاك البوينت اكس نود وواي نود، هتعمل ايه؟ هتابلاي الرول دي واي ماينس واي نود، واي دي ثابته دي من ايكويشن اللاين اصلا، ايكوال اف داش ات اكس نود. ايه اف داش ات اكس نود دي جديده دي يا مستر؟ لا مش جديده ولا حاجه، ده السلوب زي ما قلنا، الديريفاتيف هو السلوب، وانت واخد معادله الستريت لاين قبل كده ان هي واي ماينس واي نود ايكوال ام او السلوب فيو اكس ماينس اكس نود. احنا هنا شلنا الام وحطينا اف داش ات اكس 0، لان انت لما تعمل ديريفاتيف للفانكشن وتعوض بالاكس دي هيطلع لك السلوب عند البوينت دي، وادي السلوب اهو ملتبلايد في اكس ماينس اكس نود. ظبط دنيتك هتلاقي الايكويشن طلعت معاك. طيب ما خلصناش، حاجه اخيره، النورمال. احيانا بيبقى عندك نفس الكيرف اهو، ويقول لك يا باشا هات لي النورمال على البوينت دي، يعني النورمال على التنجنت، يعني ادي التنجنت اهو. هو مش عايز ايكويشن التنجنت، هو عايز ايكويشن النورمال على التنجنت، عايز ايكويشن ده. طيب هتعمل ايه؟ نفس الرول، بس ساعتها ازاي تجيب سلوب لو انت معاك مثلا السلوب بتاع التنجنت هنا.
انت معاك ده بام اللي هو اف داش اوف اكس نود، انت معاك. طب انت عايز السلوب بتاع لاين نورمال على اللاين اللي انت عارف السلوب بتاعه ده، يعني انت عارف السلوب بتاع ده. طب انت عايز السلوب بتاع اللاين البربنديكولار عليه، هتعمل نيجاتيف 1 اوفر السلوب، بس كده. ده السلوب الجديد، ده السلوب بتاع اللاين ده، نيجاتيف 1 اوفر السلوب بتاع اللاين ده. حلو. طيب ام هنا احنا بكل بساطه بس هنشيلها ونحط اللي احنا عارفينه اللي هو اف داش اوف اكس نوت. اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. تعالى نخش على الجزء اللي بعده. طيب زي ما قلنا دي الرول بورد، انا سايبها لك فاضيه، من فضلك املاها، مش تاخد منك دقيقتين عشان تفتكر الرولز بايدك، لحسن تبقى فاكر ان انت فاكر رولز معينه وتطلع مش فاكرها. فليه؟ املاها، مش تاخد منك دقيقتين. وتعالى نخش على اللي بعده. طيب هنا اشهر الترابس اللي ممكن واحد يغلط فيها وهو بيعمل ديفرنشيشن، ودي اللي تركز عليها وانت بتراجع هو انا عملت دي عملت دي ولا لا. طيب ايه هي الترابس دي؟ حلو، انك تنسى تعمل ديريفاتيف للانجل من جوه. يعني انت عندك ساين كوزاين سيك كوسيك اي حاجه، وانت جيت تعملها ديريفاتيف الساين طلعتها لي كوزاين 3 اكس، ساين 3 اكس طلعتها لي كوزاين 3 اكس. لا طب وال3 راحت فين؟ ما خدتش بالي منها. ما خدتش بالك منها، براحتك. هتزعق للمصحح وتقول له هو ما خدش باله مني، وهيبقى مستقصدك وعارف انك بتغلط في دي، وهيحط لك التشويس اللي بناء على الغلطه دي. اوعى تنسى، حتى انا كاتبها لك every time you see f of g of x، مش f of x يعني ساين، مش ساين x، ساين حاجه، ساين حاجه مش x دايركت 3x x سكويرد، ساين في لين، هتشوف حاجات زي كده، يعني مش ساين لاكس على طول. ما تنساش تضرب بره في ديريفاتيف الفانكشن اللي جوه. تسال نفسك هو انا ضربت في الديريفاتيف اللي جوه ولا لا. طيب البرودكت رول ما تنساش، برودكت بنت عم السم كده، تحسهم حبايب حلوين سهلين بنعرف نعملهم. يبقى البرودكت والبلس مع بعض، الكوشنت هي اللي فيها ماينس فوق. طيب وكمان حاجه مهمه، ما تنساش انك مش بتعمل ديريفاتيف للي هنا واللي هنا وتضربهم، لا انت بتعمل ديريفاتيف، بتثبت واحد وتعمل ديريفاتيف للتاني، وبعدين تعمل سم، واللي ثبته قبل كده تعمله ديريفاتيف، واللي عملته ديريفاتيف قبل كده تثبته. تمام؟ فانت عندك يو في، تعمل يو داش وتثبت الفي، وبعدها تثبت اليو وتعمل في داش. تمام؟ طيب البرودكت بلس، برودكت بلس الكوشنت ماينس العكس، وما تنساش اوفر في سكويرد، اوفر في سكويرد في الكوشنت. طيب حاجه بقى مهمه جدا جدا، ودي بقى يعتبر من اكتر حاجات بتتنسي. انت شاطر قوي لما تعمل لك ساين 3 اكس تقول لي يا مستر الساين تبقى كوزاين وهملتبلاي في ديريفاتيف اللي جوه. حلو. طب لو عملت ديريفاتيف لواي او فانكشن في واي سكويرد مثلا، حلو زي دي، هتبقى ايه؟ مستر سهله 2 واي. الله، طب ما انت هناك ضربت في ديريفاتيف اللي جوه، ما انت هنا لازم تضرب في ديريفاتيف اللي جوه اللي هو ديريفاتيف الواي اللي هي دي واي دي اكس. ما تنساش تضرب في ديريفاتيف الواي. طبعا لو انت بتديفرنشيت بالنسبه لاكس، ماشي، لو انت بتديفرنشيت بالنسبه لاكس، فواي سكويرد هتنزل الباور وتنزل منه واحد، ودايما بنعمل ايه؟ بنضرب في اللي جوه البراكت، اللي هنا اللي جوه البراكت اللي هو واي، في ديريفاتيف قصدي اللي جوه البراكت، اضرب في ديريفاتيف اللي جوه البراكت. ديريفاتيف اللي جوه الواي اللي جوه البراكت اللي هو واي، الديريفاتيف بتاعه دي واي دي اكس، يبقى الريزلت 2 واي في دي واي دي اكس مش 2 واي. دي ما تنساهاش. اي ترم انت في واي اعمل له ديريفاتيف بالنسبه لواي عادي جدا، وفي الاخر الترم حط دي واي دي اكس، بس موضوع بسيط جدا. طيب ناخد ريتش ووركد اكزامبل كده لمم لك فيه حبه حاجات حلوين. طيب هو هنا مبدئيا كده استفتحنا ب implicit function x squared y squared في x y equal 7. حلو. هل انا هنا اقدر افصل الفاريبلز او اعمل separation؟ ما اقدرش. حلو. هل تقدر تجيب الواي في ناحيه والاكس في ناحيه؟ ما اقدرش. تمام. يا عم نفترض انك قدرت، في الاغلب الاكسبريشن بتاعك هيطلع منايل ب 60 نيله، مش هتعرف تعملها. حلو. او هيصعب عليك المساله اصلا، يعني في مسائل ممكن تعملها، بس بص على الامبليسيت كده، لو شكله حلو
طب ما اعمله وهو امبليسيت اسهل. طيب ادي الكيرف ده بيقول لك بقى عند البوينت الفلانيه فايند الدي واي دي اكس، كاتب لك نفس البوينت عشان يعني لو عينك حسيت ان هي مش جايبه كتبتها لك تاني. نمبر بي equation of the tangent، هات لي الايكويشن بتاعت التنجنت عند نفس البوينت، مش هكتبها لك تالت بقى، وايكويشن بتاعت النورمال. طيب حلو، اول حاجه هعملها انا عايز دي واي دي اكس، يعني محتاج اعمل ديفرنشيشن، وانا ومش هعرف اعمل فاريبل سيبريشن للاكسبريشن ده. هعمل ايه؟ هعمل امبليسيت ديفرنشيشن، هديفرنشيت البوث سايدز. طيب ال7 ديفرنشيشن بتاعها هينزل 0. اكس سكويرد انا بعمل ديفرنشيشن بالنسبه لايه؟ لاكس. طب عرفت منين ان هو الاكس؟ هو طالب دي واي دي اكس، يبقى انا عايز اعمل ديفرنشيشن بالنسبه لاكس. طيب اكس سكويرد الديفرنشيشن بتاعها 2x. طب اكس واي برودكت رول، ديريفاتيف الفيرست في السكند 1 في واي بلس السكند في ديريفاتيف الفيرست، سوري بلس الفيرست في ديريفاتيف السكند. الفيرست نزلت اكس في ديريفاتيف السكند اللي هو واي، الديريفاتيف بتاعه دي واي دي اكس. طيب واي سكويرد لسه قايلينها 2 واي وهملتبلاي في دي واي دي اكس. طيب جمع لي بقى الدي واي دي اكس في ناحيه والباقي في ناحيه، مش مهم بقى الباقي ده يبقى فيه اكس وواي، مش مهم. حلو، وده لازم تعرف تعمل فاريبل سيبريشن. لو لقيت نفسك مش عارف تعمل فاريبل سيبريشن يبقى انت عملت حاجه غلط. حلو، يعني انت لو ما عرفتش تجيب دي واي دي اكس في ناحيه والباقي الحاجات في ناحيه، حاجتين، يا انت في الالجبرا على الله، يا اما انت عملت ديفرنشيشن غلط. وفي الحالتين اقلق، في الحالتين اقلق. طيب هتسولف فور دي واي دي اكس، تجيبها في ناحيه لوحدها. هعملها ايه؟ هاخدها كومن فاكتور، هيتبقى لي هنا اكس وهنا 2 واي نزلوا، وال2 اكس بلس واي راحوا الناحيه الثانيه بالنيجاتيف اهو، وبعدين قسمت على اكس بلس 2 واي. جامد، ادي الدي واي دي اكس. عوض يا باشا ب 1 و2، طلع معايا نيجاتيف 4 اوفر 5. ده السلوب، خلي بالك ده السلوب. كده انا طلعت ريكويرمنت ايه، وبعدين هو طالب مني ايكويشن اوف ذا تنجنت، عرفناها واي ماينس واي نود ايكوال السلوب في اكس ماينس اكس نود. طيب ايه الواي نود والاكس نود؟ ال1 وال2 اللي هو مديهم لي. طيب هعوض بيهم هيطلع لي الايكويشن شكلها الجميل ده. طيب حلو قوي. عايز النورمال. النورمال زي ما قلت بعمل ايه؟ نيجاتيف 1 على السلوب اللي عندي، يبقى نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 4 اوفر 5. انا كاتبها لك اهي اوريدي، طلعت لك 5 اوفر 4. هتعمل ايه؟ نفس اللي فاتت، واي ماينس واي نود ايكوال السلوب الجديد في اكس ماينس اكس نود. طب يا مستر وانت في الرول كنت كاتبها لي y minus y نود وهنا نيجاتيف 1 اوفر اف داش اوف اكس نود. طب ما انت هنا مستر نزلت ال 5 اوفر 4 على طول. لا، ما هو انا عملت النيجاتيف 1 اوفر اف اوف اكس اف داش اوف اكس نود، عملتها بره بدل ما اخد نفسي بيها هنا. تمام، فانا عملتها بره وعوضت على طول في اكس ماينس اكس نود. حلو، ركز، لو سالت السؤال ده محتاج تركز. طيب طلعت معانا ايكويشن النورمال اهو. يور تيرن بقى. نفس السؤال او سؤال مشابه، بس هنا في قبل كده كان implicit، هنا بارامتريك، وهنا طالب منك الفيرست ديريفاتيف السكند ديريفاتيف والايكويشن بتاع التنجنت برضه. فانا هنا كمان كاتب لك جايد اهو، اعمل بارامتريك دي واي دي اكس، وبعدين السكند ديريفاتيف فورمولا اللي احنا قلناها تعمل ديريفاتيف للدي واي دي اكس على دي اكس دي تي، وبعدين تيفالويت وتحسب التنجنت. وادي الاجابات عندك اهو عشان تتاكد. من فضلك حل السؤال ده، انك موجود شبهه في النماذج الاسترشاديه، ومهم جدا بجد، مهم جدا. طيب نيجي بقى للجزء اللذيذ في الفيديو بتاعنا والسمري بتاعنا، وهو سبوت ذا ميستيك. سبوت ذا ميستيك ده بيتكلم عن ايه؟ زي ما قلنا انت عندك بروبلم اهي، ادي البروبلم وادي التشويسز، ومش بس كده، ده انا كمان مديك السوليوشن، بقول لك يا فندم بعد اذنك شوف لي السوليوشن ده صح ولا الطالب اللي حل ده غلط، ولو غلط غلط في ايه البوينت اللي فيها غلط. طيب هديك هحل معاك واحده كده في السريع، هي بسيطه قوي وعبيطه قوي، يعني لا تليق بحد ثالثه ثانوي، بس انا مش عايز يعني ايه اعقد الدنيا. انا بحاول دلوقتي امرنك على فكره السبوت ذا ميستيك دي، وهتلاقي قدام في البروبلمز اللي قدام هتلاقي الدنيا معقده زياده شويه. طيب هو بيقول لك اعمل ديريفاتيف لساين 3 اكس سكويرد. الطالب كان شارب حاجه تقريبا يا باشا، قال لك الساين كوزاين، انا حافظها كده، راح شال الساين وحط كوزاين، قال لك يا باشا تشويس نمبر بي. طبعا غلط. غلط ليه؟
كلنا عارفين بنضرب في ديريفاتيف اللي جوه الكوزاين او الساين عشان التشين رول. الديريفاتيف بتاعها 3x سكويرد، الديريفاتيف بتاعها 6x، فانا هنا محتاج 6x في كوزاين نفس الانجل. هل الانجل هتتغير؟ الانجل عمرها ما تتغير الا بالتريجونومتريك رولز، دي قصه ثانيه. لكن الديفرنشيشن عمره ما يغير الانجل، ديفرنشيشن ولا الانتجريشن عمره ما يغير الانجل. التريجونومتريك رولز ممكن تغيرها، تعمل بقى دبل الانجل، هاف الانجل، الكلام ده. لكن كديفرنشيشن وانتجريشن اوعى الانجل تغيرها. تمام. هنا عندك بروبلمز تانية، بروبلم 2، بروبلم 3 وسوليوشنز، امشي وراهم، حاول تسبوت الميستيك. مش عايز اقول لك التمرين ده قد ايه مهم ليك، ودي سكيل يمكن مش ناس كتير قوي محدش مرني عليها، ولكن حابب اقول لك ان دي من اهم السكيلز المهم تبقى عندك في الامتحان، انك تطلع الغلطه فين. هنا الاجابات او التصحيحات، يعني من الاخر كل بروبلم من اللي فاتوا دول ايه الصح فيهم وايه الغلط، والغلط كان فين، وبصلحه لك وبقول لك الكوريكت انسر كانت ايه. وزي ما قلت لك مش كلهم فيهم حاجات غلط، في حاجات منهم السوليوشن مظبوط وصح، عشان بحاول اقول لك او بحاول اخليك تتمرن على اللي هيحصل معاك في الامتحان، انك مش كل حاجه هتراجعها هتطلع فيها غلطه. ان شاء الله المفروض معظم اللي تراجعوا ما يبقاش فيه غلطات، ويبقى في كام واحد اللي فيهم غلطه. فعشان كده انا عايز اعودك انه ما تطلعش غلطه وخلاص، لا تراجع تشوف فعلا في غلطه ولا لا. 3 حاجات تشيك عليهم، 3 سكند سيلف تشيك مسميهم لك، وهم حاجات عبيطه قوي مش تاخد منك 3 ثواني، بس تراجع عليها في اخر كل مساله انت حليتها. تشين رول، هل انا في مره كان في حاجه نسيت اضرب في ديريفاتيف اللي جوه البراكت، ديريفاتيف اللي جوه الساين، ديريفاتيف اللي جوه اللوج او اللين؟ دي اول حاجه فالتشين رول. تاني حاجه الامبليسيت، هل انا بحط دي واي دي اكس جنب كل ترم فيه واي، او خلينا نقول جنب كل ترم فيه واي انا بعمل له الديريفاتيف بالنسبه لاكس؟ ده مهم. هل انا حطيتها ولا نسيتها؟ لان انا ممكن ابقى فاكر التشين رول في العادي وبضرب في ديريفاتيف القوس وفي ديريفاتيف الانجل، بس لما الواي تبقى جوه الانجل بعتبرها دي واي لوحدها شكلها لذيذ. لا، ما انا طبعا لو انا بعمل بالنسبه لاكس، مش انا اصلا بعمل بالنسبه لواي، لان الرموز بقى في الريتس، في التايم ريتس والكلام ده هتلاقي ان الرموز مختلفه معاك تماما، فتبقى لازم تبقى عارف انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه لايه. طيب البارامتريك، هل انا عملت ديفايد لدي واي دي تي على دي اكس دي تي، ما عملتش مالتيبلاي؟ وهل في الهاي اوردر ديريفاتيفز ما غلطتش الغلطه اني عملت السكند ديريفاتيف بتاع واي والسكند ديريفاتيف بتاع اكس وقسمتهم على بعض؟ دي غلطه، ده غلط، الكلام ده غلط، اوعى تعمله. احنا قلنا بنعمل ايه؟ الريزلت اللي بتطلع معانا بنعمل لها ديريفاتيف تاني بالنسبه لتي، وبنقسم على ديريفاتيف اكس بالنسبه لتي. طيب كده نبقى خلصنا الريفيجن على الديريفاتيف رولز عموما، مش على الابلكيشنز الكبيره قوي. تقدر تطبق دلوقتي زي ما قلت لك في الفيديوز اللي قبل كده. هكرر تاني بسرعه، احنا عندنا 3 امتحانات في كل يوم من ليالي الامتحان بتاعه البيور ماس. الامتحان هيبقى طالع لايف ان شاء الله. هتفتح الامتحان هتلاقي انك عندك ساعتين، تايمر شغال لايف، لو رحت الحمام هيتخصم من الساعتين. ويفضل تبقى في مكان هادي. انا هحاول اسيميوليت ليك الظروف اللي بتحصل في الامتحان عشان تشوف نفسك انت بتقدر تدير وقتك كويس، وتجرب طريقه واتنين وتحاول تشوف ايه احسن طريقه هتنفع معاك انت بالذات في الامتحان. تحاول تمانج الوقت بتاعك، تشوف كل سؤال بياخد منك قد ايه، وهتعرف حوار انك تسيبه وترجع له في الاخر. طب هل هتلحق؟ طب هل هتراجع؟ ولا انا محتاج احل بطرق مختلفه او محتاج ابقى اسرع؟ كل الكلام ده. فانا عامل 3 امتحانات ومختلفين في الصعوبه برضو، وفيهم افكار حلوه. في ال3 ليالي امتحان هتلاقيهم في جروب التليجرام. ادخل على جروب التليجرام اللي انا سايب لك الكيو ار كود بتاعه هنا، ولو عايز البي دي اف ده برضو هتلاقيه على جروب التليجرام، ولو عايز الفيديوز بتاعت شرح السمريز كلها هتلاقيها على جروب التليجرام، وكل البي دي افس بتاعت كل السمريز برضو هتلاقيها هناك. ربنا معاكم، ولو احتجتوا اي حاجه تقدروا تسالوني برضو على جروب التليجرام، وان شاء الله ارد عليكم في اسرع وقت. ربنا معاكم.